اكتر حاجة بتبوظ العلاقات مش الغلط اللي اتعمل، اللي كله نصايح من غير ما يسمع بيخلي الناس تبعد عنك بسرعة. الاستماع الحقيقي مش مجرد سماع كلمات، ده شعور، إحساس، اهتمام. رمضان بيعلمنا مش بس نصوم أكلنا، نصوم عن قفزنا للحكم قبل ما نفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. يعني مش كل كلمة لازم تتقال، أحيانا أفضل موقف هو السكوت والاستماع. وفي يوم من الأيام جه راجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد وسمعه لحد ما خلص كلامه، ما قطعهوش، ما وصلهوش لنصيحة سريعة، قعد يسمعه للآخر لحد ما فضفض والراجل خلص كلامه وقام مرتاح. ده فن الاستماع، مش بس سماع، ده تخفيف وجع الناس بحضورك. أغلب الخلافات بتنتهي لو الناس حست إنها مسموعة. الكلمة الصحيحة ممكن تعمل فرق، لكن الاستماع الصحيح يصنع ثقة وحب دائم. والتحدي العاشر لمدة 48 ساعة خلال اليومين الجايين: اسمع شخص كامل بدون مقاطعة، من غير نصايح ولا حلول. وبعد ما تسمعه قول له: أنا حاسس بيك وشايف اللي أنت عايشه. الكلام مش دايما محتاج حل، أحيانا محتاج قلب يسمع. رمضان مش بس صيام جسد، رمضان صيام عن عدم الاستماع، وده أدهى أنواع التغيير.